السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله ضمن سلسله الوصفات الصحيه اللي بدون سكر وبدون دقيق ابيض غادي نشارك معكم كيكه العيد. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. كيكه اللي كتجي لذيذه وهشيشه بواحد طبقه مقرمشه ومعلكه في نفس الوقت. تحطوها هكا في طبيله العيد ديالكم للناس اللي عندهم مرض السكري او للناس اللي متبعين نظام غذائي صحي، فانا متاكده انها غادي تعجبهم وغادي يحماقوا عليها. فكنتمنى تجربوها وتخليوا لي ارائكم في التعليقات، وما تبخلوش عليا الله يجازيكم بالخير بالضغط على زر الاعجاب والبارطاج مع العائله والاصدقاء باش نزيد نكمل في هذه السلسله ان شاء الله. وبلا ما نزيد نطول عليكم اكثر وندوزو مباشره المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. في واحد البول كنوضع 5 الحبات ديال البيض. انا هنا استعملت 5 البيضات بلديين صغار. نتوما الا كان عندكم البيض كبير فغادي ديروا غير 4 ديال البيضات. كنضيف عليهم ربع كاس عنبه ديال سكر التمر. بالنسبه لمرضى السكري فيكتفيو غير بملعقه واحده اولا يعوضوها بملعقه كبيره ديال العسل الطبيعي. وهنا كنضيف رشيشه ديال سكر زهره البرتقال، غير رشيشه وصافي باش كنسم هاد الكيكه هادي. واللي ما بغاش يضيفوا فممكن يعوضوا بالفاني اولا يعوضوا بملعقه كبيره ديال ما زهر. صافي كنضيف رشيشه ديال الملح وكنخلط الكل جيدا حتى كيتغير اللون ديال البيض وكتكون فيه واحد الرغوه بهذا الشكل هذا. هنا كنضيف كاس عنبه الى ربع ديال زيت نوار الشمس، واللي ما بغاش يضيفها فممكن يعوضها بزيت الزيتون بشرط تكون هاد زيت الزيتون خفيفه، اولا ممكن تعوضوها بالزيت ديال الكوك اولا بالزبده الحيوانيه مذوبه. من بعد كنضيف كاس عنبه ديال عصير البرتقال وصافي كنخلط الكل جيدا بهذا الشكل هذا. هنا كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. فضفت كاس عنبه ديال دقيق الفرينه البلديه مغربله مزيان من النخاله ديالها، وهنا رجعت غربلتها معكم باش تشوفوا النخاله اللي كتبقى. فهذه ديك النخاله رقيقه، اما الغليظه فراني زولتها من قبل. هنا كنضيف الكاس الثاني حتى هو كنغربلو بنفس الطريقه. وصافي كنخلط هذاك الدقيق مع باقي المكونات. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين فممكن يعوضوا دقيق الفرينه البلديه بالدقيق ديال الذره اولا بالدقيق ديال الشوفان. بالحق خاصهم يتاكدوا ان هذا الشوفان خالي تماما من الجلوتين. هنا لقيت باللي الخليط مازال خفيف شي شويه، فغادي نضيف ليه ربع كاس عنبه ديال دقيق الفرينه البلديه. من بعد كنضيف 2 اكياس ديال الخميره الكيميائيه. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين فممكن يعوضوها ببيكربونات الصوديوم اولا يعوضوها بالخميره الكيميائيه اللي كتكون خاليه من الجلوتين. وصافي هنا كنخلط كلشي مزيان. وهنا كاخر اضافه غادي نضيفها غنضيف عصير نص حامضه كتعطي هكا واحد الخفه وواحد الهشاشه لهاد الكيكه. وصافي كنخلط هكا واحد التخليطه اللي خفيفه، وهذا هو القوام المناسب ديال هاد الكيكه هادي. كيكون شويه خفيف بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. حاولوا ما تكثروش الدقيق ديال الفرينه بزاف لانه كيتشرب بسرعه باش هكا ما تجيكمش الكيكه ناشفه ومدقصه. صافي كنوضع البول جانبا وكندوز مباشره كناخذ 2 تفاحات صغار كنقشرهم وكنحكهم بهذه الطريقه هذه في واحد الحكاكه غليظه.
هنا كنعصر عليهم شويه ديال الحامض باش هاد التفاح هذا اللي حكيته ما يتاكسدش ويبقى في اللون ديالو. وصافي كنضيف عليهم ملعقه كبيره ديال سكر التمر، اللي بغى يدير ملعقه ديال العسل في بلاصتو فممكن يديرها. ومن بعد كنضيف رشه ديال سكر زهره البرتقال، ممكن تعوضوها بقشور برتقاله اولا بالفاني اولا بالقرفه. وكنضيف كميه ديال اللوز افيلي، حاولوا تكثروا شويه باش تجيكم هاد الكيكه بنينه ومقرمشه. وصافي كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضهم وكنوضعهم جانبا. من بعد كناخذ المول اللي غادي نستعمل. انا استعملت هذا المول الدائري اللي كيتفتح من الجوانب ديالو، القطر ديالو تقريبا 26 سنتيم. صافي دهنته بشويه ديال الزيت وغلفته بورق الطبخ. نتوما ممكن تستعملوا اي مول كتفضلوا، غير بشرط ما يكونش كبير بزاف باش ما تجيكمش الكيكه رقيقه او لا يجي السمك ديالها رقيق. صافي كنفرغ الخليط ديال الكيك في المول اولا في القالب. وصافي هنا كناخذ هذاك الخليط ديال التفاح واللوز كنوضعهم في واحد الصفايه وكنبدا نضغط عليهم بواحد الملعقه حتى كتصفى اولا كيتصفى هذاك التفاح من الماء ديالو. من بعد كنوزعو بالتساوي فوق من الطبقه ديال الكيك بهذه الطريقه هذه. وهنا كنزيد كميه اخرى ديال اللوز افيلي كنرشها من الفوق. فكل ما كثرتو في اللوز كل ما جات هاد الطبقه مقرمشه وبنينه. من بعد كنرش بشويه ديال الكوك اولا مبشور جوز الهند، فحتى هو كيعطي واحد البنه وواحد القرمشه زوينه من بعد ما كيتحمر. وصافي من بعد ما كنكمل كندخل الكيكه ديالي للفران اللي يكون مسخن شي شويه من قبل، العافيه تكون اقل من المتوسطه وتكون غير من التحت. صافي كنخليها تقريبا 31 حتى ل 35 دقيقه وكنشعل عليها من الفوق غير تحمر غير شي شويه وصافي كنخرجها. وصافي هنا من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران فكنخليها تبرد على خاطرها، عاد كنزولها من القالب وكنزول لي هذاك ورق الطبخ اللي كيكون لاصق فيها وكنوضعها في الصحن ديال التقديم. من بعد كندهنها بشويه ديال العسل غير باش تجي فيها ديك اللمعه من الفوق وصافي. ممكن نتوما تدهنوها بالمربى ديال البرتقال اولا المشماش اللي كيكون بدون سكر الا بغيتو، اولا تخليوها غير هكاك بلا ما تدهنوها. وصافي هنا من بعد ما كملت فهذا هو الشكل النهائي ديالها. ففي الصراحه كتشهي غير من نشوفها. انا هنا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. وكما كتشوفوا فما شاء الله كتجي خفيفه وهشيشه، والمذاق فبلا ما نتكلم عليه لانكم عارفين داك المزيج ديال الزهر مع البرتقال والكوك اشنو كيعطي. بصراحه كتجي منعشه وبنينه ما غاديش تشبعوا منها، والاهم انها بدون سكر بدون دقيق ابيض وبمقادير بسيطه توجدوها هكا لطبيله العيد ديالكم او حتى في الايام العاديه. فكنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا الله يجازيكم بالخير باللايك والبارطاج مع العائله والاصدقاء باش نزيد نكمل في هذه السلسله ديال الوصفات الصحيه. وهنا غادي نقول لكم مع السلامه ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.